سالي زينات، كي راكم البنات؟ جيسبر تكونوا بخير. كي راكم يا احن واقوى نساء بالعالم؟ قولي لي حبيبتي، عمرك تساءلتي واش هو الشيء اللي يخلي الراجل يتعلق بزوجة تاعه يوم بعد يوم وما يشوفش غيرها؟ الزواج مش شي غير سقف واحد يجمع بين زوجين. الزواج مودة، اهتمام، لمسات صغيرة وتصرفات ناعمة تقدر تخلي القلب يقرب أكتر والعلاقة تولي أعمق وأدفى. وكل مرة فينا تقدر تكون سبب في سعادة بيتها بطريقة ذكية وراقية وأنثوية. اليوم راح نهضروا على أسرار بسيطة بصح تأثيرها كبير، أسرار تخليك قريبة لقلب راجلك ويولي يفهمك بلا ما تهدري بزاف ويحس باللي ما يقدرش يستغنى عليك. إذا حابة تزيد الحب بيناتكم وتخلي علاقتكم تزهر أكتر خليك معايا للآخر. السر الأول هو خصك تكوني أنثى حقيقية. الأنوثة مش غير شكل، الأنوثة أسلوب. كاين نساء مع ضغوطات الحياة يوليو أغريسيف في الهضرة، يوليو قاسيات في الهضرة، وصوتهم عالي دايما وعصبيات، ومع الوقت يفقدوا النعومة اللي كانت تميزهم. راجلك يحب يشوف فيك المرأة الرقيقة اللي تهدر بهدوء وتضحك بنعومة وعندها تصرفات أنثوية، حتى كي تكوني منرفية، حتى كي تكوني غاضبة يليق تكوني امرأة هادئة. كوني قوية الشخصية بصح بأسلوب راقي، بلا ما تزقي، بلا كلمات جارحة ولا كلمات سوقية، هكا تبقاي دائما في عين راجلك وانت مميزة. والسر الثاني هو اهتمام بالمظهر. الرجل يتأثر بزاف بالمظهر، وكي يشوف مرته أو الزوجة تاعه مهتمة بروحها رايح يحس بالفخر بها. سي بوغسا نقولك نوعي لي في قشتك داخل البيت، نوعي لي في لبستك داخل البيت، وبدلي تسريحة شعرك، بدلي لي كولور تاع شعرك، خطرة ديريها كولور هاك، خطرة ديري صفرة، خطرة ديري جسيبا ديري ميال، المهم كولور تكون هكا تخرج على وجهك. ديري عطر خفيف يخليه دائما كي يشم هذاك العطر يحسك انك راكي قريبه ليه، ورايح يقولوا رايح يعلق له في الذاكره تاعه. ماشي شرط يكون غالي، نو، المهم يكون ريحته شابه ويكون انتي تكوني مميزه به. المهم تانيك تكوني مرتبه ونظيفه وعندك لمسه ونوتة خاصه بيك. والسر الثالث واللي هي خصك تكوني مرحة، كوني ضحايكية. الضحكة تصنع المعجزات في الزواج. المرأة البشوشة اللي تخلق جو خفيف في الدار، تضحك تزحق وتعرف كيفاش تخرج زوجها من الضغط، هذه مكانتها كبيرة عنده، وإذا غابت نهار رايح يحس بالفرق. مشي كل يوم مشاكل ونكد، حتى على أبسط اللحظات تقدري تحوليها لذكريات شابة بيناتكم. السر الرابع واللي هي يليق تنتبهي لكلامه وملاحظاته. كي يكون يعطيك ملاحظة على تصرف معين، ما تاخديش انه الموضوع كأنه هجوم، راهي هاجمك وراهي نو، استمعي، فكري وخذيها منه الشيء اللي يقدر يحسن علاقتكم. باسكو دي فوا الراجل ما يعرفش يعبر بطريقة مباشرة، الوغ يستعمل المزح والتلميح، وانتي يليق تفهمي هنا، يليق تكوني ذكية. السر الخامس واللي هو الصمت الذكي. مشي كل حاجة لازم لها رد، وكل نقاش لازم يتحول جدال. تعلمي وقتاش تهضري وقتاش تسكتي، باسكو الصمت وقت الغضب يحميك من كلام تندمي عليه ويخلي الموقف يبرد. والمرأة اللي تعرف تحفظ أسرار بيتها وتكون أمان لزوجها، مكانتها تكبر بزاف في قلبه. السر السادس، خليه يحس بالرجولته وطلبي رأيه، استشيريه
وبيني له باللي وجوده مهم في حياتك. الراجل كي يحس باللي زوجته مقدراته ومحتاجة دعمه يتعلق بيها أكتر ويعطيها قلبه. وفي الأخير يا جميلة الجميلات، الزواج مودة ورحمة، وكل طرف يقدر يكون سبب في سعادة الثاني. كما يقولوا ناس بكري، إذا شفتوا زوج متفاهمين عرف الدرك على واحد. بالأنوثة وبالهدوء وبالذكاء في التصرفات تقدري تكسبي قلب راجلك كل يوم من جديد. ألوغ إلا كنتي تكوني هذاك الطرف اللي يلين العلاقة. صحيح حبيبتي، معليش المرأة في الصفات تاعها هي اللي تكون حنينة، وهي اللي تكون تفوت باه تحمي العلاقة تاعها. هذه من صفات الأنوثة. إذا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك واشتركوا في القناة وكتبوا لي في التعليقات واسم هو الفيديو الجاي أو فكرة للفيديو الجاي إن شاء الله. وتهلاو لي في روحتكم، وجسبر نلقاكم بخير. باي باي.